السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكونوا بخير. انا الحمد لله. واش حوالكم البنات؟ واش مداير فيكم رمضان؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. احكيوا لي واش داير فيكم؟ غلبكم؟ ما زلتوا حاكمين شويه الريتم تاع الصيام؟ انا الحمد لله. اليوم جيتكم حبيباتي فيديو في تاع يومين شغل. هذا اليوم الاول كنت معروضه فيه لدارنا. كيما راكم تشوفوا عرضوني على الفطور. رحت هنا، وصلت شويه في العشيه، يعني ما رحتش في الصباح، رحت في نص النهار، قولوا جويه 3 هكاكا. رحت لقيتهم ديجا محسوب وجدوا كلش. انا غير هنا بقيت غير نتصور برك معاهم. صورت لكم مقتطفات فقط. هنا اختي كانت قاعده دير في سلطه فروي، وهذاك البوراك كنت قليته لهم وخليناه. ومن هنا هذه الطاوله تاع الفطور تاعنا. قلت لكم ما صورتش معكم كلش على خاطر لقيتهم صاي ديجا طيبوا وكلش، يعني رحت غير قعدت وفرات انا، وزدت في الليل زدت رحت صليت التراويح وخليتهم. بس غسلت لهم القرابج يا البنات، ما تقولوا شيء ما عاونتهمش. كيما قلت لكم البنات هذه هي. وهنا اختي دارت لنا في الليل تحليه تشيز كيك، جات تهبل 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 ما شاء الله. اذا حبيتوا الوصفه درك نخليكم القناه تاعها في صندوق الوصف. وهنا حبيباتي هذه السهرة تاعنا، درنا سهرة خفيفة فقط. درنا شوية تاي مع شوية هذوما لي طارطولات مع تشيز كيك، تسمى الكريمة اللي فضلت عمرنا بها هذوك لي طارطولات، وشوية مكسرات، شوية سلطة فروي هاك مع بالكم، يعني سهرة خفيفة فقط. قلت لكم سامحوني البنات، هنا بنتي كانت مريضة سمعتها بلك تكح. قلت لكم نرجعوا الفيديو تاعنا. وهنا ها هي في الفيديو، هنا بنت كانت هي اللي تحط لهم في النعناع. ما حبيتش نحي لها الفيديو، تسمى خليتها، قلت بما انه صورتها خلي نحطها لكم. قاعده تحط لهم انا صبيت التاي وهي قاعده تحط في الورق تاع النعناع. هذه هي المهمه تاعها، يعني ما دارتش حاجه، ما دارتش كارثه، ما سيحتش ولا حاجه. هذه هي. وعقبنا سهرة خفيفة وروحنا، يعني ما بتش عندهم وفقط يعني. وهذا اليوم الثاني في داري. بعد ما كنت روحت نط لقيت شوية دنيا مخلطة. كما تعرفوا الدار إذا خرجتوا منها ورجعتوا وحدها وحدها سبحان الله تتخلط، يعني حتى تخليوها نظيفة وكلش ترجعوا تلقوها مخلطة. ما فهمتش عليه وما فهمتش كيفاه تتخلط. هذا لغز مازال محيرني. خرجت هنايا زوار يتشمسوا، وهنا صورت لكم هدايا المنظر الطبيعي اللي طل عليه البالكون تاعي. هذه هي منظر طبيعي مليح. ودخلت طول للفطور تاعي، بديت طول وجدت الفطور وهكاك شويه راح عليا الحال اليوم. هنا درت صوص برك هكا بالزيتون، شويه تاع دجاج. كنت ناويه اني ندير عليهم بطاطا كشغل ونقلاها هكا ونحطها في هذيك الصوص، بصح راح عليا الحال ما نكذبش عليكم البنات والله ما درتها. وهذاك الجاري تاعي المره هذه ضفت فيه كعبه تاع سناريه وكعبه تاع جريوات، ومن بعد في الاخر خلاه كي طابوا رحيتهم وحطيتهم. صراحه عجبتني الفكره ونعود نديرها ديما. تمد واحد الحلاوه هكا في الجاري تاعكم، واحد القوم مليح يسخف. وهنايا درت للكسرة درت غير خبزة واحدة. ما درتش ياسر، تسمى قلت لكم شويه راح عليا الحال. قلت لكم كان راح عليا الحال شويه. لذلك درت خبزه واحده. وهنا درت وصفه تاع كيش ما لي كيش تسمى. درتها جاتني ما شاء الله ما شاء الله. هي البنات اعتمدوا الوصفه، مشكم رايحين تنمو في الوصفه. واش درت فيها 2 مغارف تاع زبده، ومع 3 مغارف تاع زيت، ومع ربع نص كاس ماء، نص كاس ماء. وهنا درت نص باكيت تاع خميرة الحلويات يعني. وتخلطوهم جيدا مع الملح والسكر، ما تنساوش الملح والسكر. يعني درت مغرف صغيرة ملح ومغرف صغيرة سكر، ما كترتش ياسر السكر. وهنا بقيت نخلط في الزبدة هذيك مع الماء حتى تتخلط وتبيض شوية. قلت لكم حبيباتي حتى تولي على شكل كريمة كشغل بيضة. ثم تبداو تضيفوا في الفرينة تدريجيا كما راكم تشوفوا.
هنا درت لي حوالي كاس ونص فقط فارينة، يعني ما هزتليش فارينة ياسر. ماذا بيك العجينة تكون شوية متماسكة، ما تكونش طرية ياسر، على خاطر فيها الزبدة رايحة تجيكم هشيشة كيما نقولوا، يعني ما تخافوش منها، مش راح تجيكم يابسة ولا حاجة. برك في الطياب كي طيبوها، انا طيبتها المره الاولى ومن بعد حطيت الحشو هذاك، انتم المره الاولى خليوها طيب نص طيابك شغل، ومن بعد تحطوا لها الحشو تاعكم ومن بعد تكملوا طيبوها. وهنا الحشو تاعي انا استعملت نصف صدر دجاج، قطعته مكعبات صغيره فقط يعني هكا، مع شويه تاع زيت وخليته يتقلى، ومن بعد ضفت له شويه توابل برك ملح وراس الحانوت فقط يعني، وزدت قصيت شويه تاع زيتون اخضر وحطيته فوق منه. هذه هي يعني ما درتش حشو كبير ولا حاجه. ومن جهه واحده اخرى كنت قليت شويه تاع بطاطا ومكعبات صغيرة وخلطها مع هذا الحشو. هذا هو يعني مش كنت درت حاجة بسيطة، بصح قلت لكم البنة جات ما شاء الله بنينة 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 تهبل، ولا بطة حاجات خفيفة خفيفة. خلاه هي البنات اعتمدوها، مشكم رايحين تندموا خلاه على على الوصفة هذه. هذا هو بعد ما طاب الدجاج تاعي قلت لكم نحيته خليته يبرد شوية. من جهة واحدة اخرى رايحة نحضر في نفس المقلاة، بعد رايحة نحضر صوص بيشاميل كما متعودين يعني. درت مغرف تاع زبدة كبيرة، خليوها تذوب جيدا، تسمح تذوب، ومن بعد تبداو تضيفوا لها الفرينة، يعني مغرف تاع زبدة تقابلها زوز مغارف تاع فرينة. لكن درتو مثلا مغرف صغيرة تاع زبدة، ديروا مغرف واحدة برك تاع فرينة. انا هنا درت مغرف كبيرة تاع زبدة، درت معاها زوز مغارف تاع فرينة، وخليوها تتقلى 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 مليح حتى مش حتى تتحرق المهم خليوها تتقلى شوية. دوك هكا هي بعد ريحتها رايحة تتبدل كشغل، تبان لكم كشغل باللي بدات الفرينة تاعكم بدات كشغل تصفار هكا، تدي واحد اللون هكا، ومام الريحة تاعها تتبدل. تما تبداو تضيفوا عليها الحليب تدريجيا. المرة الأولى تضيفوا كاس معمر، كما انا هنا درت المره الاولى كاس، شوفوا هنا حطيت كاس كامل معمر، ومن بعد بديت نحلفها بالفوي هكا ولا بالمغرف عادي. كيما قلت لكم تبداو تخلطوا من ديك زدت عليها تقريبا كاس واحد اخر بصح مش معمر كامل. باه تجيكم شويه خليوها شويه تكون سايبه هكا، ما تكونش جامده ياسر. هذا هو القوام تاعها. هنا طفيت عليها، انا ما زدتلهاش تسمى، وصلت لهذا القوام. خلطها شويه وخليتها، وكي تخليوها تبرد حبيباتي ابقاو خلطوا فيها باه ما نديرلكمش القشره هذيك، وتبقى لكم كيما قلت لكم سائله ما تيبسش شغل. وهنا جيت للعجينه تاعي بعد ما خليتها تحت شويه في الفريجيدير واحد ربع ساعه يعني برك، يعني هذا مكان ما حطيتهاش يعني مده طويله. انتم اذا كان عندكم الوقت ديروها، خليوا لها الوقت تاعها ترتاح فيه ياسر. انا هنا نورمال ربع ساعه جاتني ملاحه والله، جات تهبل تهبل تهبل. جربوها البنات مشكم رايحين تندموا الوصفه هذه، رايحه نعتمدها ومشني رايحه نبدلها باذن الله. خير من تاع الزيت وحدها اللي ديروها غير بالزيت بركه. انا عجبتني هذه خير تاع الزبده تجي طريه وملاحه. كيما قلت لكم هنا حليت العجينه تاعي بسمك يكون متوسط، مش رقيق ياسر وما تكونش خشينه ياسر. يعني الفرينه الخميره هكا مع بالكم حطينا الخميره تاع الكاطو برك مش رايحه تطلع ياسر. تمدلها غير شويه قرمشه برك وتجي خفيفه هكا كيما نقولوا. هذا هو. تسويوها جيدا في الصينيه تاعكم. تقدروا ديروها كيما هكا في صينيه كبيره، كيما تقدروا ديروها في صينيات صغار. انا هنا العجينه اللي بقات هذيك زدت درتها في صينيات صغار، يعني طيحت لي 5 صينيات صغار. هذه هي. وهذه هي الكريمه تاعي بعد ما كانت بردت ضفت لها بيضه. هنا للامانه انا من بعد زدت عظمه واحده اخرى، يعني درت 2 عظمات. كما قلت لكم تما العجينه فضلت درت وحيد اخرين، خفت لا ما تكفينيش ولا حاجه، وليت زدت ضفت عظمه واحده اخرى.
وهنا جبت البطاطا تاعي هذيك اللي قليتها كاريات صغيره مع اللحم اللي كنت حتى هو قليته وخلطتهم. لا بصح كلش لازم يكون بارد في بارد كيما راكم تشوفوا. تخلطوها جيدا وهذه هي الحشوه تاعكم. والله يا البنات سهله وبنينه بنينه بنينه عسل. اذا عندكم الجبن مبشور تقدروا تزيدوا لها، اذا ما كانش مش لازم. انا ما كانش عندي الحق الجبن مبشور خليتها كيما هكم. بعد في من الفوق ضفت لها شويه تاع فرماج برك. وهنا قلت لكم كان راح عليا الحال شويه. جيت للكسره هذيك اعجن 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 اعجن. ما كنتش رايحه نطيب. قلت للزوج اشري لي الخبز ولا راح يخدم. قلت سير مش رايح يجيب لي دوك يجي روطار ملا ندير خبزه كسره خير. انا اصلا يا البنات في رمضان صراحه نحب الكسره اكثر من الخبز. ما نقدرش نعقبوا الخبز خلاه يعني. هذه هي. احنا بعد ما كنت عجنتها مليح طريتها شويه هنا ما ساعدتنيش وليت زدت لها شويه تاع فرينه وقرصتها وخليتها تطلع. انا نديرها نحلها بالحلال. ما نقدرش نخدم بيدي يعني تجيني يكون نديرها بيدي تجيني بلاصه طالعه وبلاصه هابطه كيما نقولوا. بصح بالقراص كيما هكا كيما نقولوا احنا. تجيني قد قد مستويه كيما نقولوا. هذه هي يا البنات. وانتم احكيوا لي واش داير فيكم رمضان. خليوا لي في لي كومونتير. وهنا بعد ما كانت طابت الوحده تاعي الكيش تاعي جبت العجينه تاعي بعد ما طابت نص طياب. قلت لكم طيبها مش حتى نتحمرها خلا نص طياب فقط وتحطوا لها الحشو هذاك وتزيدوا تدخلوها تشعلوا لها غير من الفوق برك تكمل تسمى الطيب. هذه هي تحمر شويه تدي لون ذهبي من الفوق وتطفيوا عليها. كما قلت لكم اذا كان عندكم الجبن مبشور تضيفوا لها. اذا ما كانش انا قصيت هكا برك الجبن ابيض مستطيلات هكا وحطيتهم وفريت. لكم الاختيار تسمى تزيين والحوايج هذه كل واحد وش عنده كل واحد ومقدوره. وهذوما الكعبات اللي كانوا صغار حتى هما تاني طيبتهم. وهنا بعد ما كنت خرجتها كانت حمارت من الفوق ودات لون ذهبي مليح. وهذه هي كانت طاولتي لنهار اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم. شهيتكم في الجنة. والى هنا حبيباتي نقولكم وصلنا الى نهاية الفيديو في فيديو قادم. مع السلامة.